أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أما أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين.
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم
ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة
منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. صدق الله العظيم. الفاتحة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد. يا حي يا قيوم أنت المرتجى وإلى علاك على الجبين الساجد.
وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا محمدًا رسول الله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين، خير من استرعاه الله رعية فرعاها، وخير من استأمنه الله تعالى على أمانة فأداها. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين من بعدهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، وأحذركم ونفسي من معصيته ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. عباد الله، إن الإسلام اعتبر الإنسان خليفة الله في الأرض ليملك زمام الأرض، استرعاه على ما فيها ليحفظ الأمانة، فقال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عباد الله، مسؤولية الوالدين في التربية تقتضي أن يكون الواحد قدوة لولده، وإلا عباد الله ففاقد الشيء لا يعطيه. كيف تعطي لولدك الشيء الحسن وأنت تفقده؟ كيف تحمله على الطاعات وأنت منغمس في المعاصي والملذات؟ فأعين الأبناء معقودة بأعين الآباء. هذه قاعدة، أعين الأبناء معقودة بأعين الآباء. هذا عبد الملك بن مروان ينصح مؤدب ولده فيقول: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآن، واحملهم على الأخلاق الجميلة، وجنبهم السفلة فإنهم أسوأ الناس أدبا، ووقرهم العلانية، وأنبهم في السر، واضربهم على الكذب، إن الكذب يدعو إلى الفجور، وإن الفجور يدعو إلى النار. نعم أيها الأب الكريم، تطمح بصلاح ابنك، فكن أنت القدوة لهم، فكن أنت القدوة لهم في الصلاح. ابدأ بنفسك يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام ولذي الضنا، كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. نعم، إذا انتهت عنه، إذا انتهت نفسك عن المنكر والبغي فأنت حكيم. عندما تبدأ بنفسك تكن أولا قدوة لأبنائك. من مسؤوليات الوالدين عباد الله التربية الإيمانية، نعني بها ربط الولد منذ نعومة أظفاره، منذ تعقله بأصول الدين، وتعويده منذ تفهمه أركان الإسلام، وتعليمه من حين تمييزه مبادئ الشريعة الغراء. هكذا عباد الله مسؤولية التربية الإيمانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افتحوا على صبيانكم، افتحوا على صبيانكم أول كلمة بلا إله إلا الله. نعم، ذلك عباد الله حتى ينشأ على معرفة الله عز وجل، وحتى ينشأ على مخافة الله تعالى، حتى يفتح الولد عينيه منذ نشأته على أوامر الله، ويرتبط منذ صغره بأحكام الشريعة الغراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ذلك عباد الله لأن الطفل حين يولد على فطرة التوحيد، ويولد على فطرة الإسلام، وعلى أصالة الطهر والبراءة، ولكن للأسف أبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأب
يدفع بابنه إلى الفكر والأخلاق والمبادئ التي يريدها. هكذا عباد الله نحن نعيش اليوم في أزمة قيم. نعم، مجتمعنا اليوم يعيش أزمة قيم، وقرآننا كله قيم تربوية وإيمانية وتوجيهية، وإسلامنا كله معايير طيبة من أجل أن نحفظ أبناءنا ومن أجل أن ننقذ مجتمعنا من الهلاك والانحراف. ومع ذلك للأسف فقد الوالد في هذا المجتمع، فقد دوره، فقد مكانته، وكأنه أشبه ما يكون بربان السفينة الذي فقد البوصلة فهو يسير على غير هدى. هكذا نجد التربية اليوم في مجتمعنا. قلما تجد من البيوت من يملك فيه الأب زمام الأمور في التوجيه والتربية والإرشاد وفي إعطاء الأوامر وفي المكانة التي تحفظ للوالدين دائما. قلما تجد في مجتمعنا من الآباء من يسير على هدى الله عز وجل وعلى شرع الله عز وجل فينقذ نفسه وينقذ أبناءه من الهلاك في الدنيا ومن العذاب الأليم في الآخرة. قلما تجد في مجتمعنا من الآباء من سار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الكثير من الناس ممن ربوا أبناءهم منذ نعومة أطفالهم على الدلال وعلى الميوعة وعلى الأفكار الباطلة. وصدق من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. هكذا ينشأ الفتى منذ صغره. قد ينفع الأدب الأولاد في صغر ولا ينفعهم من بعده أدب. إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. نعم، لا بد من تعويد الطفل على المبادئ والقيم الإسلامية والمعايير الأخلاقية الحميدة منذ نعومة أظفاره. وصدق من قال: أعطني ال7 سنوات الأولى من حياة الطفل أصنع لك رجالا، أعد لك رجالا. نعم، لأن المراحل الأولى من حياة الطفل هي المراحل المهمة، وهي الأوقات المهمة، وهي اللحظات المهمة في زرع القيم وفي غرس المبادئ والمعايير الطيبة الدينية الحميدة. نعم، أبناؤنا اليوم في تربيتهم ليسوا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا حتى على المعايير العربية الأصيلة التي تربى عليها آباؤنا وتأصل عليها أجدادنا من قبل. نعم، فقدنا هذه المكانة فضل الأبناء وانحرف الأبناء وانحرفوا في سلوكياتهم وأخلاقهم وأدبياتهم. نعم، لذلك عباد الله ينبغي أن نعرف حدود هذه المسؤولية وأبعاد هذا الواجب. إلى جانب التربية الإيمانية نجد على الآباء كذلك مسؤولية التربية الخلقية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حق الولد على الوالد أن يحسن أدبه ويحسن اسمه. نعم، هذا حق للأبناء، وهذا واجب على الآباء أن يحسنوا تربيتهم على الأخلاق الحميدة. وما جاء الإسلام إلا ليغرس الأخلاق الحميدة في نفوس أبناء المجتمع الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لا بد من تربية الأبناء على الأخلاق الكريمة منذ الصغر، على الصدق والأمانة والاستقامة والإيثار وإغاثة الملهوف واحترام الكبير. مسؤولية تنزيه ألسنتهم من السباب والشتائم والكلمات البذيئة. أما عن هذا الجانب فحدث ولا حرج. نعم، ذلك عباد الله لأننا نسير على غير هدي القرآن الكريم. هذا عمر رضي الله عنه مر براع فقال له عمر ممتحنا له: قال: يا راعي بعني شاة من هذا الغنم. فقال: إني مملوك.
فقال عمر: قل لسيدك أكلها الذئب. فقال الراعي: وأين الله؟ أين الله؟ إذا كان سيدي غير موجود فإن الله موجود، وأين الله؟ فبكى عمر، ثم غدا مع المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه، وقال له: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة، أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة، وأرجو أن تعتقك في الآخرة كذلك. نعم عباد الله، إلى جانب هذه المسؤولية على الوالدين مراقبة الأبناء في تحركاتهم وتصرفاتهم. ظاهرة الميوعة والانحلال التي تفشت بين أولاد المسلمين وبنات المسلمين، وقد انساقوا وراء التقليد الأعمى وانخرطوا في تيار الفساد والإباحية دون رادع من دين أو وازع من ضمير. ترى الواحد منهم همه في الحياة أن يتخنفس في مظهره ويتخلع في مشيته ويتميع في منطقه، يسير من فساد إلى فساد، ومن ميوعة إلى ميوعة، ومن انحراف إلى آخر. بذلك يفقد الواحد ذاتيته. كل من أهمل ذاتيته فهو أولى الناس طرا بالفناء. لن يرى في الدهر شخصيته كل من قلد عيش الغرباء. نعم، كل من قلد عيش الغرباء فلن يجد بين الناس شخصيته، فهذا ذابت شخصيته في تقليد الآخرين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تشبه بغيرنا. هذه دلالة وهذا توجيه تربوي نبوي حتى نتمسك بعاداتنا، بقيمنا، بأخلاقنا الإسلامية الدينية، بأخلاقنا ومعاييرنا العربية، حتى نتمسك بها. هذا غيض من فيض مما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم في آداب السلوك وحسن التعامل والخلق، فهي مسؤولية عظيمة أمام الله عز وجل وأمام المجتمع وأمام الإنسانية جمعاء. نعم، إن انحراف الأبناء لا يعود بالضرر فقط على البيت نفسه، وإنما البيت هو لبنة أساسية ومهمة في بناء هذا المجتمع. فعندما يفسد الفرد تفسد الأسرة، وإذا فسدت الأسرة فقدنا لبنة من لبنات هذا المجتمع الطيب. وعندما نفقد هذه اللبنة هي أشبه بالجرثومة وأشبه بالمرض الذي يتفشى شيئا فشيئا ويترك الأثر السلبي على غيره من الأسر ومن البيوت، مما يؤدي إلى فساد المجتمع كاملا. لذلك عباد الله، واجبنا أن يأخذ كل منا دوره في تربية الأبناء وإعداد الأبناء. لن نعفى من المسؤولية أمام أنفسنا، أمام مجتمعنا، أمام الإنسانية، أمام الله عز وجل. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فيا فوز المستغفرين. أستغفر الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين الهداة المهديين، وعلى التابعين من بعدهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله،
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، من العوامل الهامة التي تكون أساسا في تكوين الولد وإعداده خلقيا واجتماعيا هي ربط الولد منذ نعومة أظفاره بالصحبة المؤمنة الصالحة. فإذا كان عباد الله لا بد من أصحاب يلتقي معهم ويجد في خلطتهم الأنس لقلبهم، فعلى الوالد أن يبحث له عن رفقة صالحة، سواء كانت صحبة الحي أي صحبة أولاد الحي والجيران، أو كانت صحبة المدرسة والطلاب، أو كانت صحبة الملاعب والرياضة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، المرء على دين خليله، بمعنى أنه يتأثر منه سلبا أو إيجابا. لذلك لا بد أن ننتقي الصديق الصالح لأبنائنا حتى ينشأوا على التوجيه الطيب وحتى ينشأوا على الأخلاق الحميدة. نعم، كثيرة هي العوامل التي تؤدي إلى الانحراف، وأغلبها نابع من الصحبة الفاسدة، لأن الصاحب كما قالوا الصاحب ساحب يؤدي بزميله ويؤدي بصاحبه إلى أن يقتدي به، يترك الأثر السلبي على نفسه أو ربما كان الأثر الإيجابي. لذلك عباد الله شبه لنا النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح وجليس السوء، شبه الجليس الصالح وجليس السوء ببائع المسك ونافخ الكير. فبائع المسك إما أن يحذيك أو أن تشتري منه أو أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذه دلالة عباد الله على مدى تأثير الصحبة، سواء كان للإيجاب أو سلبا، على سلوكيات الأبناء وعلى أخلاق الأبناء وعلى معاملات الأبناء وعلى أفكار الأبناء ومعتقداتهم. هكذا عباد الله لا بد أن نوجه أبناءنا إلى الصحبة، ولا بد من مراقبتهم في أوقات الفراغ، إلى أين يغدون ومع من يسيرون وكيف يقضون أوقاتهم. فهي من أخطر العوامل التي تؤدي إلى انحراف الأبناء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك وقرين السوء فإنك به تعرف. نعم، قرين السوء به تعرف. قل لي من تعاشر أقل لك من أنت. عباد الله، كثيرا ما طرحنا هذا الموضوع من خلال خطب الجمعة، كثيرا ما تحدثنا عن أهمية تربية الأبناء. لا بد بين الحين والآخر من التذكير بهذا الجانب، لأنها أمانة ولأنها مسؤولية عظمى نسأل عنها يوم القيامة، نسأل عنها عند الله عز وجل. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، لن نعفى ولن نعذر. ونحن عباد الله في إهمالنا إنما نؤدي إلى فساد مجتمعنا. إذا أردنا أن ننقذ أنفسنا وننقذ أبناءنا وننقذ مجتمعنا فليس لنا إلا أن نعود إلى كتاب الله تعالى، سائلين المولى عز وجل أن يجعلنا من أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق ومن سوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا
سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوه يعطيكم واشكروه يزدكم. عباد الله، خير الإنفاق ما كان في سبيل الله. قدموا لأنفسكم صدقة جارية لمسجد الرباط وفي مشاريع الخير، سائلين المولى عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.